في افلام كتير بتبدا بجريمه او حادثه غريبه، لكن الفيلم ده بيبدا بحاجه ابسط وارعب. اب بيصحى يلاقي 3 مكالمات فايته من بنت. المشكله مش في المكالمات، المشكله ان بعد المكالمات دي البنت تختفي تماما. مع ان الشرطه تبدا تدور على الارض، الاب يبدا يدور في مكان تاني، مكان كلنا مش متعودين عليه، جوه اللابتوب، جوه رسائل، جوه الحسابات، وجوه حياه بنته اللي ما كانش يعرف عنها حاجه غير قليل. من غير حرق كتير يلا نخش في التفاصيل. الفيلم بيبدا مع اسره بسيطه مكونه من اب اسمه ديفيد كيم وزوجته بام وبنتهم الوحيده مارجو. في البداية بنشوف حياة العيلة كلها من خلال شاشة الكمبيوتر، صور، فيديوهات، لحظات عائلية سعيدة، أعياد ميلاد، أول يوم مدرسة، أول خطوات، وذكريات كتير بتوضح قد إيه الأسرة دي كانت قريبة من بعض. ديفيد وبام كانوا بيحبوا يوثقوا كل لحظة في حياة مارجو، ومن وهي صغيرة كان واضح إن مامتها قريبة منها جدا، بتساعدها في الدراسة وبتشجعها على العزف على البيانو وبتحاول تخليها تبقى أفضل نسخة من نفسها. لكن للأسف السعادة دي ما بتكملش، بام تمرض بمرض خطير وديفيد يحاول بكل الطرق يساعدها، يدور على معلومات، يتابع حالتها، ويحاول يديها امل انها تتخطى الازمه. لكن للاسف المرض يكون اقوى وبام ترحل وتسيب عيلتها خالص بالكامل، وتسيب ديفيد ومارجو في حاله حزن كبيره بعد رحيل الام. العلاقه بين ديفيد وبنته تتغير، هما لسه بيحبوا بعض لكن في حاجز وصمت ما بينهم، كل واحد فيهم بيحاول يتعامل مع الوجع بطريقته، لكن محدش فيهم بيتكلم بصراحه عن اللي جواه. مارجو تكبر وتدخل مرحله الثانويه، وديفيد يحاول يبان انه اب متابع وقريب من بنته، بيبعت لها رسائل يطمن عليها، يسأل عن المدرسة ودروس البيانو، وهي ترد عليه بردود قصيرة وبسيطة. من بره كل حاجة شكلها طبيعية، لكن الحقيقة ان ديفيد ما كانش يعرف بنته زي ما كان فاكر. القصة الحقيقية تبدأ في ليلة عادية جدا. مارجو تتصل بديفيد 3 مرات وهو نايم، ولما يصحى الصبح يلاقي المكالمات الفائدة في الأول. ما يقلقش قوي، يحاول يكلمها لكن مفيش رد، يبعت لها رسائل برضه مفيش رد. ديفيد يفتكر ان عندها درس بيانو فيتصل بمدرسة البيانو عشان يطمن، وهنا اول صدمة تظهر. المدرسة تقول ان مارجو بطلت دروس البيانو من 6 شهور. ديفيد يتجمد مكانه، ازاي بنته بطلت الدروس من 6 شهور وهو ما يعرفش؟ وازاي كانت بتاخد منه فلوس الدرس كل اسبوع وكأن كل حاجة طبيعية؟ من اللحظة دي الفيلم يتحول من حياة عائلية هادية لرحلة بحث مرعبة. الاب بيكتشف انه كان بعيد جدا عن حياة بنته. ديفيد يروح المدرسة ويسأل عنها فيعرف انها غايبة، يحاول يسأل عن اصحابها لكن يكتشف مشكلة اكبر، هو اصلا ما يعرفش اصحاب بنته مين. يتكلم مع اخوه بيتر، وبيتر يسأله سؤال بسيط لكنه موجع، والسؤال بيكون انت سألت اصحابها؟ وديفيد يلاقي نفسه مش عارف يرد لانه ببساطة مش عارف مين اصحابها الحقيقيين. هنا يبدأ ديفيد يدخل على حسابات مارجو على السوشيال ميديا، يحاول يفتح فيسبوك، انستجرام، الايميلات، او اي حاجه ممكن توصله لاي معلومه، لكن يكتشف ان حساباتها مقفوله على اصحابها وانه حتى مش موجود عندها في قائمه الاصدقاء. التفصيله دي تكسره من جوه، هو وابوها، ومع ذلك خارج عالمها الرقمي بالكامل. ديفيد يرجع يدور في الكمبيوتر، خاصه كمبيوتر العيله، وهناك يلاقي فولدر قديم. الفولدر فيه اسماء اصحاب مارجو وملاحظات عنهم وارقام تواصل مع اهلهم. واضح ان بام كانت متابعه حياه بنتها بتفاصيل دقيقه جدا. ديفيد يبدا يستخدم المعلومات دي عشان يوصل لاي حد يعرف مكان مارجو. يتصل بام شاب اسمه ايزاك فتقول له غالبا ان مارجو معاهم في رحله في منطقه جبليه، والشبكه هناك ضعيفه. ديفيد يهدى شويه لكنه يفضل قلقان. بعدها ايزاك نفسه يتصل ويقول له ان مارجو ما راحتش الرحله، هو حاول يكلمها قبلها لكنها ما ردتش. هنا ديفيد يعرف ان الموضوع مش مجرد تاخير او شبكه ضعيفه، بنته اختفت ومحدش عارف عنها حاجه. بعد مرور 24 ساعه ديفيد يبلغ الشرطه رسميا عن اختفاء مارجو. الشرطه تبدا تتعامل مع القضيه. تظهر المحققه روز ماري. روز ماري تبان من البدايه شخصيه هاديه ومتفهمه، تتكلم مع ديفيد بثقه وتقول له انها تتابع القضيه خطوه بخطوه، ومن هنا يبدا التحقيق الرسمي. لكن ديفيد ما يعتمدش على الشرطه بس، هو كمان يبدا تحقيقه الخاص لكن بنوع مختلف جدا ومشوق. من اللابتوب بتاع مارجو يفتح حساباتها، يراجع رسايلها، يشوف كانت بتكلم مين، ويشوف مين كان قريب منها ومين اخر شخص ظهر في حياتها. وكل ما يفتح حساب جديد يكتشف حاجه اصعب. اصحاب مارجو اللي على السوشيال ميديا مش قريبين منها بجد، معظمهم يعرفوها معرفه سطحيه، ناس في المدرسه، زملاء، متابعين، لكن مفيش شخص واحد واضح انه صديق حقيقي. ديفيد يبدا يحس انه كان عايش في وهم، كان فاكر ان بنته عندها حياه طبيعيه، اصحاب وانشطه ودروس، لكن الحقيقه ان مارجو كانت وحيده جدا ومحدش كان واخد باله. الشرطه تراجع كاميرات المراقبه وتقدر تحدد اخر مكان ظهرت فيه عربيه مارجو، وفي نفس الوقت ديفيد يوصل لحسابها البنكي، يكتشف انها كانت بتجمع فلوس دروس البيانو اللي بطلتها من شهور، وقبل اختفائها بساعات كانت ساحبه مبلغ كبير من الحساب. المحققه روزماري تبدا تطرح احتمال جديد، يمكن مارجو قررت تهرب، وتقول لديفيد ان في دلائل ممكن تشير انها كانت بتجهز لهروب، فلوس، حسابات وهويه مزيفه وتصرفات غريبه. لكن ديفيد
يرفض يصدقها لانه مش بس اب متمسك بالامان، لكن لان مارجو اتصلت بيه 3 مرات ليله اختفائها، ولو هي كانت ناويه تهرب ليه تحاول تكلمه في اللحظه دي؟ ديفيد يكمل البحث ويوصل لحساب غريب على موقع بث مباشر. هناك يكتشف ان مارجو كانت بتكلم فيش اند تشيبس. الشخص ده كان بيظهر كانه بنت عندها ظروف صعبه وبتحكي لمارجو انها مريضه وبتشتغل ساعات طويله عشان تساعد في العلاج. ومع الوقت واضح ان مارجو بدات تفتح لها قلبها وتحكي لها عن وحدتها وحزنها بعد وفاه مامتها. ديفيد يراجع المحادثات ويبدا يفهم ان مارجو كانت بتلاقي في الشخص الغريب دي مساحه امنه للكلام، مساحه هي ما قدرتش تلاقيها معاه. في نفس الوقت مارجو كانت عامله فيديوهات على الانترنت بتتكلم فيها عن مكان هادي بتحبه اسمه بحيره بربوسه. ديفيد يربط بين المكان ده وبين اخر ظهور لعربيتها ويقرر يروح بنفسه، وهو في الطريق يكلم المحققه روزماري ويبلغها باللي وصل له. وبالفعل لما يوصل المنطقه يلاقي مفاتيح عربيه مارجو. بعدها الشرطه تتحرك ويكتشفوا ان العربيه كانت في الميه والعربيه تخرج، لكن مارجو مش موجودة. القضية تكبر جدا، الشرطة تبدأ تمشط المنطقة والمتطوعين ينزلوا يدوروا في الغابة حوالين البحيرة، والإعلام يمسك القصة وتتحول مارجو من بنت مفقودة إلى ترند على كل المنصات. كل الناس بتتكلم عنها، ناس بتدعي لها وناس بتحلل سبب اختفائها وناس بتتهم وناس بتحاول تعمل محتوى من المأساة. وفي وسط ده كله ديفيد يفضل يدور. الشرطة توقف البحث مؤقتا بسبب المطر الشديد، لكن هو ما يقدرش يقف. يفتح الصور، يراجع الأدلة ويقلب في كل تفصيلة صغيرة. وأثناء مراجعته لصور العربية يلاحظ حاجة غريبة، تيشيرت يخص أخوه بيتر. ديفيد يشك في بيتر خصوصا بعد ما يلاقي محادثات قديمة بين بيتر ومارجو فيها كلام غامض عن سر ما ينفعش ديفيد يعرفه. الغضب يسيطر عليه، يروح يواجه أخوه وهو مقتنع إن بيتر مخبي حاجة كبيرة. لكن بعد مواجهة صعبة بيتر يعترف له بالحقيقة، السر ما كانش له علاقة باختفاء مارجو. كل اللي حصل إن مارجو كانت أحيانا بتلجأ لبيتر وتتكلم معاه عن حالتها النفسية ووحدتها لأنه كان أقرب لها من أبوها. في بعض اللحظات الحقيقة دي توجع ديفيد أكتر لأنها بتأكد له إن بنته كانت محتاجة حد يسمعها وهو ما كانش موجود بالشكل الكافي. بعدها المحققة روزماري تتصل بديفيد وتبلغه إنهم وصلوا لشخص اعترف بمسؤوليته عن اختفاء مارجو. الشخص ده سجل فيديو يعترف فيه وبعدها تنتهي قصته بطريقة تقفل الملف ظاهريا. الشرطة تعتبر القضية اتحلت، الإعلام يعلن التفاصيل ويبدأوا يجهزوا مراسم وداع لمارجو. لكن ديفيد مش مرتاح رغم كل حاجة حواليه بتقوله إن القضية خلصت. قلبه حاسس إن في تفصيلة ناقصة. وهو بيجهز صور وفيديوهات مارجو للذكرى يلاحظ صورة البنت اللي كانت على حساب فيش اند تشيب. يدور ورا الصورة يكتشف إن الصور أصلا لموديل على مواقع صور وإن البنت الحقيقية ما تعرفش مارجو من الأساس. هنا ديفيد يفهم إن حساب فيش اند تشيبس كان مزيف ويحاول يتواصل مع المحققة روزماري لكنها ما تردش. يتصل بالشرطة وهناك يسمع جملة تغير كل حاجة. الضابطة تقول له إن روزماري كانت متطوعة في القضية من البداية. ديفيد يقف عند الكلمة دي، متطوعة؟ يعني هي ما تعينتش على القضية بشكل عادي، هي اللي طلبت تدخلها بنفسها. من هنا ديفيد يبدأ يفتش في حياة روزماري ويدور على صورها، أخبارها، علاقاتها وأي رابط بينها وبين القضية. وبالفعل يلاقي صورة تجمع روزماري بالشخص اللي اعترف في الفيديو. وهنا كل الخيوط تبدأ تتجمع. ديفيد يبلغ الشرطة باللي اكتشفه وروزماري يتم إيقافها. أثناء مراسم الوداع في الطريق ديفيد يسألها السؤال اللي كان بيخاف منه، هل مارجو انتهت فعلا؟ روزماري ترد عليه برد بارد وتقول له إنها وقعت في منطقة صخرية قريبة من البحيرة وإنها حتى لو ما حصلهاش شيء وقتها مستحيل تكون صمدت كل الأيام دي من غير مية. لكن ديفيد ياخد باله من تفصيلة مهمة جدا، إن الأمطار كانت شغالة بعد اختفاء مارجو وده معناه إنها ممكن تكون لسه صامدة. يصرخ في الشرطة ويطلب منهم إنهم يرجعوا للمكان اللي وصفته روزماري فورا. وهنا روزماري تعترف بالحقيقة، ابنها روبرت كان معجب بمارجو لكنه كان خجول ومش قادر يتقرب منها بشخصيته الحقيقية. فعمل حساب فيش اند تشيبس وبدأ يكلمها ويتقرب منها بقصة غير حقيقية عن المرض والمعاناة. مارجو صدقته لأنها كانت وحيدة ومحتاجة حد يسمعها، ومع الوقت ثق في الحساب ده. لكن لما روبرت قرر يكشف لها الحقيقة مارجو اتصدمت وحاولت تبعد عنه، خافت وحاولت تتصل بوالدها في نفس الليلة. ودي كانت المكالمة الثالثة اللي ديفيد مردش عليها. روبرت يحاول يمنعها من الهروب لكن الموقف خرج عن السيطرة ومارجو انتهت في مكان خطير قرب البحيرة كده. روزماري لما عرفت اللي حصل بدل ما تسلم ابنها قررت تغطي عليه، استخدمت خبرتها ووجهت التحقيق بعيد عن الحقيقة وخلت شخص تاني يعترف عشان القضية تتقفل. يعني الشخص اللي كان المفروض يساعد ديفيد في البحث عن بنته كان من البداية بيخفي أهم دليل. فرق الإنقاذ ترجع للمكان اللي وصفته روزماري والتوتر في أعلى درجة لأن كل ثانية بتفرق. وبعد بحث صعب تحصل المعجزة، يلاقوا مارجو لسه على قيد الحياة، يتم إنقاذها ونقلها للمستشفى. وبعد فترة علاج وتعافي ترجع مارجو لوالدها. النهاية هنا مش مجرد إنقاذ بنت مفقودة، النهاية الحقيقية إن ديفيد يفهم الدرس اللي الفيلم كله كان بيحاول يقوله، إن القرب مش معناه إنك تبعت رسالة عاملة إيه وخلاص. القرب الحقيقي إنك تسمع، تفهم وتسأل، لأن أحيانا أقرب الناس لينا بيكونوا عايشين عالم كله وإحنا مش شايفين غير الصورة اللي بيختاروا يظهروها. الفيلم ينتهي
عليه، وديفيد ومارجو علاقتهم تبدأ تتحسن، هو بقى يحاول يكون أب حاضر بجد وهي بقت تسمح له يدخل حياتها بشكل أعمق. وفي النهاية فيلم سيرشنج بيقدم رعب من نوع مختلف، مش رعب أشباح ولا رعب دموي ولا مطاردات، ده رعب إنك تكتشف إن كل اللي أنت كنت فاكره وعارفه عن أقرب شخص ليك كان مجرد جزء صغير جدا من الحقيقة. وبكده نكون خلصنا واحد من أذكى الأفلام، سيرشنج، أفلام الغموض اللي استخدمت الشاشة نفسها كأداة سرد كل معلومة في الفيلم موجودة قدامك، رسالة، صورة، مكالمة فايتة، كومنت أو حساب مزيف، لكن الذكاء الحقيقي إنك تلاحظ التفصيلة الصح في الوقت الصح. لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك واشتراك، واكتب لي في الكومنتس لو كنت مكان ديفيد هل كنت هتتصرف زيه ولا كنت هتسيب الموضوع للشرطة. ونتقابل إن شاء الله في ملخص جديد وحكاية جديدة في سكرين لاين.